بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أصدقائي. اليوم حبيت أراويكم كيف تتم عملية تطعيم الصباريات والعصاريات. طبعا عملية تطعيم الصباريات والعصاريات هي عملية تتم لسببين أو لغرضين مهمين، وهما أن هناك أنواع من الصبار لا تنمو له جذور، وبالتالي الغرض إكثار هاي الأنواع يجب أن نقوم بعمل بديل، وهذا العمل هو طبعا التطعيم، عملية وحيدة. فمن هذه الأنواع طبعا هذا النوع من الصبار هو الصبار الملون، اللي مثل ما تعرفون هو هولندي، يعني واصلنا من هولندا. فهذا النوعية من الصبار احنا نقوم بتطعيمه لغرض إكثاره أولا. الشيء الثاني اللي نقوم بالتطعيم لأجله هو أن إسراع نمو الطعم، لأن أكو أنواع من الصبارات تتأخر يلا تزهر. فبما أنه احنا نقوم بالتطعيم على أصل الناضج من الصبار، هاي العملية تسهل أو تسرع عملية إزهار الطعم بالتالي، ونحصل على نبتة جميلة. وبالإضافة لذلك هي تجربة، طبعا هي تجربة مميزة يعني بالتطعيم، اللي يحب يسويها كلش حلوة. الآن راح أراويكم كيف تتم العملية وشنو هي الأدوات اللي نحتاجها بهذا العمل. أول شيء أصدقائي نحتاج شفرة التطعيم أو سكين التطعيم. هاي السكين هي منزلية، تكون حادة. أول شيء يجب أن تكون حادة. الشيء الثاني المهم بها يجب أن تكون معقمة، لذلك نستخدم أي معقم عندنا طبي. أنا حاليا أستخدم هذا الكحول الطبي. طبعا أجيب منديل ورق ومناديل ورقية. طبعا ثانيا أخذ منديل ورقي، أقوم بوضع الكحول الطبي على المنديل بهذه الصورة، وأمسح سكين أو شفرة التطعيم بهاي الصورة في سبيل تعقيمها. طبعا لأن التلوث، أي تلوث بالطعام تؤدي إلى فشل عملية التطعيم. الشيء الثاني اللي أحتاجه أو الآخر هو بلاستر أو التيب الشفاف. الآن نأتي إلى عملية التطعيم نفسها. طبعا أول شيء نحتاجه هو الأصل اللي راح نقوم بالتطعيم عليه. أنا عندي هذا الأصل، هاي النوعية من أنواع الصبار الجميلة أيضا، وتتحمل وسريعة النمو. هذا هو التين الشوكي طبعا مثل ما تعرفون. أنا هذا الطعم الأصل عفوا محضره مسبقا، محضره بهذا الشكل حتى أقوم بالتطعيم عليه. القطع أول شيء يجب أن يكون بهاي الصورة، يجب أن يكون مستوي طبعا، في سبيل الطعم يكون يعني مستوي عليه أيضا حتى لا يوقع يعني عندنا الطعم. نقوم بالقطع بهاي الصورة مثل ما تشوفون. هاي الصورة صار قطع. عندنا ملاحظة هنا، نجي نقص أو نقطع هذا الجزء من هنا بهاي الصورة، والجزء المقابله بهاي الصورة. هاي هنا السبب مهم، هو أنه عنده سقي أو ماء مطر أو كذا، حتى لا يخيس عندنا الصبار. يعني هاي من تبقى مستوية الصبار ما يتحمل الماء يعني الزايد تكون عليه، لذلك هاي العملية يعني لهذا السبب. وثاني شيء هو شكل، يعني شوية شكل تنطيه للصبارة أجمل. هسه عندنا هاي جاهزة صارت. عندنا هنا ملاحظة أيضا مهمة، عند قطع الصبارة العصاريات تظهر مادة هنا لزجة، هي عصارة الصبار طبعا مثل ما تعرفون. هاي المادة يجب إزالتها
باستخدام منديل ورقي بهذه الطريقة نقوم بإزالتها. بعد إزالتها إخواني نقوم بقطع، يعني نقول ثخن ورقة كتابة، في سبيل أنه تبقى القطعة اللي تحتها معقمة من الصبارة نفسها أو ما متعرضة للهواء، في سبيل يعني إعطاء العملية أنقى، يعني أنقى شيء نقدر نحصل عليه أو أنظف شيء نقدر نحصل عليه. هسه أخواني بعد هذه العملية نجي الطعم. اختيار الطعم طبعا من أي نوعية احنا نريدها وبالحجم اللي احنا نريده، طبعا يجب أن يكون مناسب للأصل اللي نطعم عليه. أنا حاليا راح أختار هذا الطعم. هذا الطعم مثل ما تشوفون. اجي الطعم ايضا مثل ما تشوفون، هذا الجزء السفلي ماله نقوم بقطعه بهاي الصورة. طبعا يجب أن يكون القطع نظيف، يعني قطع مو مموج وكذا، في سبيل الالتصاق يكون تام بين الجزئين، لأن أي فراغ أي هواء يؤدي إلى تلف التطعيم، العملية كاملة يعني تتلف. هسه عندنا الأصل جاهز والطعم جاهز أيضا للصق. عندنا هنا ملاحظة جدا مهمة، هي أنه بالأصل وبالطعم أو بالصبار عموما يوجد جزء في وسط الصبار يسمى النخاع. النخاع هذا هو الجزء يعني نفس نخاع الإنسان، هو المرتكز الأساسي لروح الصبار أو حياة الصبار، هو اللي ينقل الغذاء للصبار عموما يعني. فيجب أن تطابق النخاع الموجود بالطعام على النخاع الموجود بالأصل، في سبيل أن تكون العملية ناجحة إن شاء الله. نقوم بإزالة هذا الجزء اللي قلنا عليه، ونلصق الصبارة الطعام على الأصل بهاي الصورة. يكون النخاع على النخاع مثل ما قلنا بهاي الصورة. وآخر عملية نقوم بها هي لصق الطعام على الأصل، في سبيل لا يبقى أول شيء فراغ هواء بين الأصل والطعام، والشيء الثاني في سبيل تثبيته بالصورة اللي احنا نريدها. تم عملية اللصق طبعا بهذه الطريقة أو بأي صورة، يعني ماكو إشكال، المهم تثبيتها. أنا شخصيا أفضل طبعا شريط اللاصق يعني بعملية التطعيم، أشوفه أنا أنجح يعني بهالمسألة، لأنه المطاط دائما عندي من أستخدم المطاط يأذي الطعم، يعني يتأذى الطعم به. فهذه العملية يعني بالنسبة لي أفضلها يعني بهاي الصورة. ويا ريت إن شاء الله أكون يعني بينت لكم هاي العملية البسيطة جدا طبعا هي، وإن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. أخوكم وليد السامرائي. وأي استفسار أو أي ملاحظة أنا على الفيس بهالاسم هذا، وحاضر لأي شيء أو أي إشارة. طبعا هاي أيضا هي من تطعيم، يعني هذا التطعيم العام الماضي تشوفوها بالصورة صارت الحمد لله والشكر، وتطعيمات كثيرة، وأي استشارة مثل ما قلت أنا حاضر. شكرا جزيلا لكم.